أبدأ كلامي بالصلاة على النبي الزين وأقول كلام اتربينا عليه، موسى نبي وعيسى نبي وكل من له نبي يصلي عليه. شوفوا واسمعوا المحبة اللي في صوت سارة. مساء الخير يا مدام رشا. بجد محتاجة أقول لحضرتك قد إيه إنسانة جميلة ومؤثرة. أنا مسيحية، بس قد إيه انتي أثرتي فيا، وقد إيه فكرة الإطعام أثرت فيا وخدت خطوة إن أعمل كده. وحقيقي حقيقي حقيقي الموضوع بيفرق جدا، بيفرق في كل حاجة. اللي بيعمل إطعام هو اللي بيكون محتاجها. أنا حبيت أشكرك، حبيت أقولك إنك جميلة، إن طريقتك جميلة وهادية. صدقيني كان نفسي أكون معاكي، وكان نفسي أقابل حضرتك، وكان نفسي أطلع مع حضرتك في الحلقة، بس الظروف المرة دي مش سامحة. إن شاء الله المرة الجاية نطلع مع بعض ونوصل مسج إني مش فارق مسيحي مسلم، مش فارق أي حاجة. المهم إن زي ما حضرتك بتقولي ما يكونش بينا حد جعان. سارة بعتت لي تقول لي مش عارفة أقول لك إيه، حببتيني في عمل الإطعام وعمل الخير، بقيت مواظبة عليه من جماله، وبقيت أروح أوزع في الشارع وفي الكنيسة. يا جمالنا وإحنا واحد، يا جمالنا وإحنا منورين وقلوبنا كلها نور ومحبة. كان المفروض تبقى سارة معايا النهاردة، لكن مش هتقدر تسيب ابنها الصغير، وأنا بقول لها ربنا يخليهولك وتشوفيه أحسن الناس. نيجي بقى لقمة النهاردة، هي لقمة الأكيلة أصحاب المزاج، عكاوي، محدش يضحك لو ما يعرفهاش. المهندس سيد يحيى صديق العيلة بيحبها، وقرر إنه يطلع للناس من اللي بيحبه بالظبط. عملنا النهاردة 80 وجبة عكاوي بالخضار ورز بالشعرية، وبالهنا والشفا للي هياكلها. اسمك، لونك، حتى دينك ودنيتك، بلدك، ناسك، اعتبرنا عزوتك. اسمك، لونك، حتى دينك ودنيتك، بلدك، ناسك، اعتبرنا عزوتك. واللقمة لقمة خير زي ما لقمتنا لقمتك. المهم ان انت تعرف انك واحد مننا. وفي الختام مفيش ختام، سارة اللي قلبها كله نور أكيد هتفضل تعمل إطعام، وهتروح تودي للمحتاج، وهتروح توزع في الكنيسة. المهندس سيد هيفضل يطلع حق ربنا في رزقه، وأنا هكمل عشان تفضل حياتي منورة بناس بتحب الخير. وأشوفكم على خير يا أهل الخير.